السلام عليكم. هكمل معاكم الطريقة اللي هي بتاعت الفيش الصعيدي. معلش هي نزلت في الفيديو بتاع الطحينة اللي هي الخطوة الأولانية اللي أنا هوريكم النتيجة بتاعتها، اللي كانت الخميرة الأولانية دي بداية الفيش الصعيدي. واللي هم الصعيدة هم اللي هيفهموا الكلام بتاعي ده كويس قوي. أنا قلت لكم في الفيديو اللي فات إن أنا جربتها بالحمص، بس مش ده الطعم الصعيدي اللي انا كنت بدوقه زمان، فعملتها مره بالفول اللي هو المدشوش. ده الطعم اللي انا دقته بتاع الصعيد اللي كان بيجي لنا زمان. فده بصوا الفول اهو، انتوا شايفين دي كده شكل الخميره. بصوا فصلت ازاي، يعني تحس ان ميه وفي ايه زي قرص كده منه طالع فوق زي الزبادي، وده اكن الشرش بتاع الزبادي. ده اقرب مثال ممكن ان انا اوضحهولك. ده طبعا الفول انا مش هعجن بيه بالطريقه دي، طبعا انا معرفش ازاي الطريقه بتاعت الصعيد بالظبط، بس هقدر اوصلها لكم، هوصلها بابسط طريقه. ده كده الفول مش هقدر اعجنه في الدقيق بالطريقه دي، طبعا هيبان في العجينه. فانا هعمل بقى خدعه، هضربه في الخلاط بس عشان يدي الطعم. فهضربه في الخلاط دلوقتي وهوريه لكم. كده بصوا انا ضربته في الخلاط، بس اهم حاجة لازم تضربيه كويس في الخلاط، يعني الفول ده ما يكونش فيه حاجة باينة خالص من الفول اهو. بصوا كده انا في الخطوة دي هعاير كوبايتين دقيق من دي كده، وهحطهم عليه وهعجنهم، بس مش هعجنهم بايدي عشان ايه، لانه هيبقى سايل. هعجنه بالمعلقه بس كده وهوريها لكم اهو. بصوا كده انا بعد ما حطيت الدقيق انا بعجنه بالمعلقه، انا لغايه دلوقتي لسه ما عجنتش بايدي اهو. كده يبقى السم كده كده في المرحله دي انا بغطيه. ده تخمير، هو معلش هو بياخد خطوات كتيره بس النتيجه في الاخر بتبقى كويسه. كده انا في المرحله دي بقى هغطيه بكيس واحطه في مكان دافي، وهوري لكم الخطوه اللي بعد كده ايه. كده بصوا ادي كده اللي هو التخمير الاولاني، بصوا اتخمر اهو. ده كده هجيب الكميه اللي انا قلت لكم عليها دي، هحط كيلو دقيق هنخله وهوريه لكم. انا كده نخلت ده كيلو دقيق، هحط معلقه صغيره ملح اهي، هي مش معلقه، دي على طرف المعلقه قصدي اهي، هحطها. وده الكركم ده اختياري، عايزه تحطيه مش عايزه براحتك، بس ده هيدي اللون الاصفر اللي هو اللي احنا بنحبه اهو. ده حوالي معلقه صغيره كركم، لو انتي حابه تحطي الكركم. وده هحط معلقتين لبن بودره اهو اهي. هحط معلقتين سكر، وكمان عشان ازود التخمير احط واحدة بيكنج باودر اهي. واقلب كده. انا خلطت كل الحاجات اللي انا حطيتها قدامكم. كده بقى هبتدي اعجن. انا لسه لغايه دلوقتي ما حطيتش الماده الدهنيه اللي هي السمنه. كده انا هبتدي اعجن. الميه ملهاش مقدار، ممكن الدقيق بيشرب الميه وممكن دقيق لا، هشوف لغايه لما العجينه تلم معايا. كده انا عجنت فيه شويه، ودي كوبايه سمنه على كوبايه زيت هحطها عليه. الكيلو بياخد
3/4 سمنة والربع الباقي زيت. هحطها كده وهفضل اعجن فيها لغاية لما المادة الدهنية دي اضيعها في قلب الدقيق. اهو انا عجنت خلاص اهي العجينة اهي، بصوا زي ما انتم شايفين بتحسي ان هي عاملة زي السفنج. بصي اهي اهي وما بتلزقش في ايدي اهي. يبقى كده اغطيها بقى بكيس واحطها في مكان دافي لغايه لما تخمر وهوريها لكم. كده العجينه اهي خمرت اهي، خمرت كده اهي. انا هعملها هشكلها، ابتدي بقى اشكلها. بصوا العجينه عامله ازاي اهي اهي كده اهي، وهرصها في الصينيه كده. انا هعمل الصينيه وهكمل الصواني التانية وهوريها لكم الشكل النهائي بتاعها يبقى شكله ازاي. اهو انا كده طلعته اهو من الفرن بعد ما استوى، لسه سخن مش عارفه اطلعه اهو. بصوا اهو اهي اهي، هو بصوا كده طري. عايزه تاكليه طري كده اهو اوكي ماشي تاكليه، بس طبعا الصعايده لا ما بياكلوهوش كده اهو. احنا بنقطعه ترانشات وبنحطه نحمصه في الفرن بتاع البوتاجاز، وبيتاكل بيتسقى بالعيش بيتسقى باللبن او بالشاي ولبن، وهوريه لكم بردك في فيديو تاني. كده ده الشكل النهائي بتاع الفايش اهو. يعني شوفوا من كيلو دقيق وكوبايه دقيق اللي انا حطيتها على الخميره اللي كانت في النص تاني مرحله، ده كده عمل بتاع ازيد من 2 كيلو. يبقى انت كده وفرتي جامد. وده انا خليته طري زي ما هو اهو، هوريلك من جوه اهو. وده اللي هو الناشف اهو، ده منظره نهائي. وفعلا هو العمايل بتاعته هي طويلة بس مش صعبة، بس لو النتيجة النهائية بتشجعك ان انت تعمليه تاني. واتمنى ان هو يعجبكم ومتشكرة قوي وعلى دعمكم ليا في قناتي، وميرسي.